زي ما في حاجات كتير بنكتشفها وبنعرفها بالصدفة، في برضو رياضات اكتشفناها وعرفناها بالصدفة. في أوائل القرن ال 18 في إنجلترا كان في 2 مساجين قاعدين في السجن زهقانين، عملوا زي كورة شراب وابتدوا يحدفوها لبعض. بيحدفوها لبعض ازاي؟ حد بيرميها في الحيطة، بترد له، التاني يمسكها ويرميها، وهكذا. ايوه، دي كانت بداية لعبة الاسكواش. تدريجيا اللعبة ابتدت تطور نفسها، بدل ما كانت بتترمي بالايدين لا بقى في مضارب. الموضوع ابتدى يتطور، دخل في المدارس وبعد كده ابتدى يدخل في النوادي كمان. الحكاية ابتدت تتطور تدريجيا، شكل الكورة وملمسها ابتدى يختلف، ومن الناحية التانية المضارب وشكلها ووزنها وحجمها ابتدى يختلف. لحد سنة 1864 في مدرسة اسمها هارو في انجلترا اتعمل أول كورت للسكواش. الموضوع ابتدى يتطور وينتشر في أنحاء انجلترا كلها لحد ما اتعملت أول بطولة حقيقية سنة 1930، وهي البريتش سكواش اوبن. انشئت رابطة اسمها الرابطة الدولية للسكواش سنة 1967، اللي بدورها اتطورت وبقت الاتحاد العالمي للسكواش. بعد ما ابتدت تنتشر في بريطانيا كلها، بعد كده دخلنا في القرن العشرين، ابتدت تنتشر بره بريطانيا كمان، في أوروبا والهند وكندا وطبعا مصر. مصر كان فيها أبطال مهمين وبارزين جدا وأقوياء جدا في اللعبة دي، من أول عبد الفتاح عمرو باشا اللي اتولد سنة 1909 لحد نور الشربيني في وقتنا هذا. طبعا كان فيه البطل الغير معروف كابتن محمود عبد الكريم. بالمناسبة بطل محمود عبد الكريم ما ابتداش بطل ولا حاجة ولا كان غني، ده كان بيلم كور في ملعب تنس في نادي الجزيرة. بالصدفة البحتة مرة شاف 2 إنجليز بيلعبوا تنس، قعد يتفرج لحد ما حد اداله مضرب، خد المضرب ابتدى يمشي ايده واحدة واحدة. بعدها بشوية شاف نفس الراجل بيلعب سكواش، حب اللعبة، ابتدى يتعلم منه النقط بتتحسب ازاي وتعليمات اللعبة وقوانين اللعبة ايه. ابتدى يمارس مع نفسه تدريجيا لحد ما وصل انه بقى بطل العالم 5 سنين متتالية. لو النوع ده من الفيديوهات عجبكم وحابين ان احنا نتكلم على تاريخ لعبة معينة، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.